يا بابا أرجوك، أنا خايفة جدا. أيوة يا بابا بسرعة أرجوك، أنا كمان خايفة جدا. اهدى يا أستاذ، بابا أنت سايب مذاكرتك وقاعد تتفرج على التلفزيون يا فاشل. أنا قلت لك 100 مرة إنك عمرك ما هتنجح في حاجة أبدا أبدا، وهتفضل طول عمرك فاشل. اتفضل روح شوف مذاكرتك، وبقى قابلني لو نجحت في حاجة. هتفضل طول عمرك فاشل. ايه ده كمان؟ ايه اللي بتتفرج عليه ده؟ كرتون؟ يا هايف يا تافه. حاسب. عمار، بابا. نعم يا بابا. ها يا حبيبي، خلصت اللي عليك في المذاكرة؟ أيوة يا بابا، بس فاضلي شوية حاجات صغيرين. شاطر يا عمار، انت اشطر واحد في الدنيا، انت انجح واحد في الدنيا. شكرا لحضرتك يا بابا، أنا بحبك أوي أوي يا بابا. وانا كمان يا حبيبي بحبك قوي قوي. ها، بتتفرج على ايه بقى علشان اتفرج انا كمان معاك؟ دي فروحة وليان يا بابا، بتعمل قصص جميلة جدا جدا. ايوه، ناس كتير بيشكروا فيها وبيحبوها. طيب يا حبيبي، ان شاء الله بعد ما نخلص الحلقة دي مع بعض تدخل تكمل مذاكرتك. حاضر يا أحني بابا في الدنيا كلها. انت ابني حبيبي. أنا بحبك أوي يا بابا، أنت أحني بابا في الدنيا كلها. علشان خاطري يا ماما قولي لبابا أنت. صدقني يا حبيبي بابا بيحبك، قول له أنت وإن شاء الله هو هيوافق. صباح الخير. خير، بتتكلموا في ايه على الصبح؟ صباح الخير يا بابا. بابا كنت عاوز أطلب من حضرتك طلب. خير، اتفضل. المدرسة عندنا يا بابا هتطلع رحلة للأهرامات وأبو الهول، وأنا نفسي أروح الرحلة دي من زمان، ومحتاج اشتراك الرحلة من حضرتك. ايه؟ رحلة ايه؟ مفيش رحلات ولا كلام فارغ من ده. الفلوس اللي هتطلع بيها الرحلة دي نشتري بيها كتب ولا مذكرات علشان مذاكرتك، ولا نشتري بيها حاجة مفيدة للبيت. الرحلة قال اتفضل خد شنطتك وعلى مدرستك، وخلي تفكيرك دايما في حاجات مفيدة، بلاش الحاجات الهايفة دي. انا عاوز اشوفك راجل راجل، مش عيل هايف وتافه. انت خلاص كبرت. قال عاوز يطلع رحلة قال انتبه لمذاكرتك ودروسك بدل ما هتفضل طول عمرك فاشل. يا بابا بس أنا طالع التاني على المدرسة. التاني؟ وايه يعني التاني على المدرسة؟ يعني نقصت درجات في الامتحانات؟ انا عندي الناجح هو اللي يطلع الاول على المدرسة. يلا اتفضل غور على مدرستك. بابا. عمار، في حاجة يا حبيبي؟ محتاج حاجة؟ أيوة يا بابا، الحمد لله إني لحقتك قبل ما تروح الشغل. خير يا حبيبي، محتاج ايه؟ أيوة يا بابا، أنا محتاج فلوس من حضرتك. فلوس؟ ليه يا حبيبي؟ ايه السبب؟ محتاج فلوس تعمل بيها ايه؟ المدرسة عندنا يا بابا عاملة رحلة للأهرامات وأبو الهول، وأنا نفسي أطلع معاهم. الاهرامات وابو الهول؟ دي هتبقى رحلة تعليمية جميلة جدا. حاضر يا حبيبي، انا موافق. انت ولد شاطر ومجتهد، علشان كده انا ما عنديش اي مانع انك تروح الرحلة دي، بس بشرط انك تحافظ على تفوقك ونجاحك دايما في المدرسة. شكرا لحضرتك يا بابا، وأوعدك إني دايما هفضل من المتفوقين في المدرسة، وهحافظ دايما على مذاكرتي وأطلع من الأوائل. حبيبي يا عمار، أنا واثق فيك وفي قدراتك، وعارف إنك ولد مميز وهتفضل طول عمرك من المتفوقين دائما. حبيبي يا بابا، أنا بحبك أوي أوي، أنت أحن بابا في الدنيا كلها. ها يا كريم، إيه رأيك نلعب ماتش كورة النهاردة؟ حلو أوي أوي، أنا متشوق ألعب كورة من زمان. إيه يا شباب، ناويين تلعبوا كورة النهاردة من غيري ولا إيه؟ عمار، لا طبعا مستحيل نلعب من غيرك. كويس جدا جدا، ميدو كمان وصل هناك علشان نكمل الفريق. ها يا ميدو، هتلعب معانا كورة النهاردة؟ لا، النهاردة مش عاوز ألعب كورة. ليه يا ابني مالك؟ ده انت لاعب محترف يعني. لا، مفيش حاجة، أنا مش عاوز ألعب كورة وخلاص. انت يعني علشان طلعت من الأوائل على المدرسة هتشوف حالك علينا ومش هتحب تلعب معانا كورة تاني؟ لا، أنا أصلا طالع التاني على المدرسة، واللي بيطلع التاني على المدرسة ده بيبقى واحد فاشل مش ناجح أبدا أبدا، إنما اللي بيطلع الأول
ومش بينقص أي درجات في الامتحانات، هو ده الإنسان الناجح. بابا قال لي كده. وأنا واحد فاشل، واللي هيلعب معايا كورة أكيد هيخسر. أنا فاشل. إيه يا ابني اللي أنت بتقوله ده؟ اللي أنت بتقوله ده كلام مش صح أبدا أبدا. هو إيه اللي مش صح؟ بابا هو اللي قال لي كده. أنت هتعرف أكتر من بابا؟ بس أنت يا ابني ناجح ومتفوق في المدرسة ودايما بتجيب درجات جميلة جدا. بابا قال لي إني فاشل ومش ناجح أبدا أبدا، وأكيد بابا كلامه صح. تعالى بس يا ميدو، العب معانا الماتش ده وإن شاء الله هتفوز. أنت يا ابني بتلعب معانا كل مرة وبتلعب كويس جدا جدا. بجد؟ بجد الكلام اللي بتقوله ده؟ خلاص أنا موافق، يلا بينا نلعب. اتفقنا، يلا بينا. يا ابني انا قلت لك 100 مرة انت فاشل وعمرك ما هتنجح ابدا ابدا، وعمرك ما هتحقق اي نجاحات في اي حاجة ابدا ابدا. انت ولد مجتهد وناجح وتقدر تحقق نجاحات كتيرة جدا في كل المجالات، وانا واثق فيك وفي قدراتك. أنا مستعد، يلا بينا نبدأ اللعب. أنا مش مستعد، مش عاوز ألعب، صدقوني هخسركم. يلا بينا يا مودي، ابدأ اللعب. ايه ده يا ابني؟ ده انت ما شاء الله عليك حريف في لعب الكورة وبتقول هتخسرنا؟ بجد يا أسامة؟ انت بتتكلم بجد؟ ايوه يا ابني، انت مش شايف نفسك ولا ايه؟ بابا. يا قليل الادب، بتلعب كورة؟ انت مش عارف ان لعب الكورة تضييع للوقت؟ بدل ما تضيع وقتك في لعب الكورة اعمل حاجة مفيدة واقعد ذاكر في الوقت ده. انا قلت لك انت فاشل ومش هتنفع في حاجة ابدا. قدامي على البيت يا فاشل، انا هعرف احاسبك في البيت كويس جدا جدا. وانتوا كمان روحوا اعملوا لكم حاجة مفيدة بدل لعب الكورة. لعب الكورة ده تضييع للوقت. انا دلوقتي عرفت ايه السبب اللي كان مانع ميدو ان يلعب معانا كورة. عمار. بابا. ها يا حبيبي، بتعملوا ايه؟ كنا بنلعب ماتش كورة يا بابا. ما شاء الله، دي حاجة كويسة جدا جدا. الرياضة مفيدة جدا للجسم وكمان بتنشط العقل. أنا كنت أحب لعب الكورة جدا جدا وأنا صغير. بابا أنا بحبك أوي يا بابا، أنت أحن بابا في الدنيا كلها. فاشل يا فاشل، أنت فاشل وهتفضل طول عمرك فاشل، عمرك ما هتنجح أبدا أبدا. أنا فاشل وعمري ما هنجح أبدا أبدا، وهفضل طول عمري فاشل، وعمري ما هحقق أي نجاحات أبدا في حياتي. بابا قال لي كده، وأكيد كلام بابا صح. أنا واثق فيك وفي قدراتك، وعارف إنك ولد مجتهد وناجح ومتفوق، وعندك إمكانيات داخلية جواك تقدر تخليك أحسن وأفضل واحد في الدنيا. أنا ناجح ومجتهد ومتفوق وعندي قدرات تقدر تخليني أحسن وأفضل، وإن شاء الله هبقى أحسن واحد في الدنيا كلها. بابا هو اللي بيديني الطاقة إني أكون أحسن واحد في الدنيا كلها. أنا فاشل وأنا ناجح، أنا عمري ما هحقق أي نجاحات في حياتي. أنا إن شاء الله هحقق نجاحات كتيرة في حياتي. أنا ما عنديش أي طموح، أنا عندي طموحات كتيرة جدا. الأب والأم هم مصدر الطاقة لأولادنا، هم مصدر السعادة لأولادنا، هم مصدر النجاح لأولادنا، وده طبعا بعد فضل ربنا سبحانه وتعالى علينا وعليهم. حبوا أولادكم، دول أمانة ولازم نراعي ربنا فيها. أشوفكم يا أصحابي الحلقة الجاية، سلام.